السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة يومياتي أنا وأختي. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنعمل طريقة المش، هنعمله بكل سهولة. احنا دلوقتي فوق السطوح وجبنا المكونات بتاع المش معانا وهوريكم الطريقة. في ناس بتعملها بطريقة بيغلوا شرش وبيغلوا حاجات كده، فطبعا الطريقة دي بتسهل المش انه يدوت بسرعة معاهم. فاحنا طريقتنا النهاردة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة وطريقتها أبسط مما يكون. هي طريقتها ان احنا مكوناتنا كلها هنحطها على بعض بس، ولا هنغلي ولا هناخد وقت ولا اي حاجه، ومجرد ما تعمليه ممكن تاكليه في نفس الوقت، مبياخدش معانا وقت خالص. فانا دلوقتي معاكم هوريكم اول حاجه هعملها. هحط اللبن وهوريكم المكونات. الاول المكونات معانا طبعا ده كله ده حسب الكميه اللي انت هتعمليها. احنا طبعا معانا دي كميه اللبن، لبن اهو، طبعا مش لبن حليب، ده لبن للمش، لبن ما شاء الله بخير. دلوقتي انا زي ما قلت لحضراتكم احنا معانا كميه اللبن زي ما انتم شايفين كده، الكميه اللي احنا عايزينها، وعلى قد مقدار اللبن كده، يعني دي حاجه بالنظر يعني كده. كميه الشطه ممكن نحط الكميه دي كلها وممكن نحط نصها على حسب ما انا هحطه قدامكم واوريكم القوام اللي احنا عايزينه. ده اللبن وده كميه الشطه. دي شطه حمراء بس لسه كان يعني بدمها كده لسه خضر، وفرمناها وشلناها، كان معانا في التلاجة هي بالشكل ده. ومعانا جبنه فلاحي برضو، ومعانا شمر، ومعايا فلفل اخضر او احمر اللي موجود عندك، ومعايا قشر برتقان بس انا مجففاه منشفاه. ممكن تنشفيه في الشمس او ممكن تنشفيه في فرن البوتاجاز، فعلى حسب ما انت عايزه يعني. دي بس مكوناتنا. عايزه تزودي بقى ممكن لو عندك مثلا غير اللي هي الشمر، ممكن في توابل تانية كده بتيجي، ممكن ترمس، ممكن حلبة، ممكن اي حاجة تانية حابة تحطيها. ممكن لو عندك مثلا لبن قطع منك ولا كده ومش عايزة ترميه ممكن تحطيه برضو فيه. بس احنا دي المكونات الاساسية بتاع المش. فاول حاجة دلوقتي هعملها معاكم ان انا هخلط المكونات دي مع بعض واحدة واحدة، خليكم معايا. دلوقتي معاكم انا هبتدي باول حاجه. بسم الله. هحط كميه اللبن، بسم الله. كده حطينا اللبن. بعد كده هنحط معاكم الجبنه، اي كميه جبنه، اقل من كده اكتر من كده انت وراحتك يعني. وهحط الشمر طبعا انا منقياه، وكده انا هحط الشمر معاكم بالشكل ده. كميه برضو اللي انت عايزه تكتر عايزه قليل زي ما انت عايزه. احنا بنحط كل حاجه ببركه ربنا سبحانه وتعالى. ومع الوقت برضو كل الكميه اللي احنا بنحطها دي بنزود، اللي يحتاج شطه بنحط، اللي يحتاج قشر برتقان، جبنه، اي حاجه بنزود يعني، لما بناخد منه بنزود. وكده هحط معاكم الفلفل الاخضر او فلفل احمر اللي موجود عندك بحاله كده، وبالعرق الاخضر بتاعه برضه. وده قشر البرتقان بنحطه كده، بيديله ما شاء الله طعم ونكهه جميله جدا. كله مع بعضه كده. وكده هحط بقى كميه الشطه زي ما انتم شايفين. هحط كده ايه، هشوف الكميه اللي هو هيحتاجها قد ايه. في ناس بتحبه حراق جدا بيزودوا شطه كتير قوي، في ناس بتحبه كويس معقول يعني. احنا بقى هنخليه معقول، مش حراق قوي ولا انه عايز شطه ولا حاجه. كده هنزود شطه برضو لحد ما نقلب ونشوف الكميه هتعوز تاني ولا لا.
دي اسهل طريقه للمش على فكره. في ناس كتير قوي مستصعبه الامور، بس هو طريقته سهله جدا. يعني حطي كل المكونات اللي عندك زي ما قلت لك كده على بعض. هي جامده معايا شويه عشان انا كنت شايلاها في التلاجة، يعني فرمناها بعد، هي كانت خضرا وفرمناها وبعد كده شلناها بقى في التلاجة. اول ما بنحتاج بنطلعها. فكده انا بس هفضي الكميه دي في حاجه واسعه تاني عشان خاطر ايه اقلب براحتي. وكده زي ما انتم شايفين انا قلبته بالشكل ده. فضلت اقلب في الشطه كده لحد ما دابت كويس في اللبن، والمكونات كلها معاها اللي انا حطيتها زي ما انتم شايفين، الفلفل وقشر البرتقال والشمر والجبنه وكله زي ما انتم شايفين كده. انا ما فضيتهاش ولا حاجه، انا نقصت بس الكميه في الجردل اللي جنبي ده وهقلب. ودلوقتي بقى انا هجهز البلاص اللي هفضي فيه كميه المش، وهو قوامه كده زي ما انتم شايفين، ما خدناش لا وقت ولا مجهود فيه. هفضل اقلب كويس كده عشان ايه كله يدخل في بعضه وياخدوا الطعم من بعضه. وهنسيبه بقى في البلاص ده فوق السطوح، احنا ما بننزلوش تحت، لازم يكون في الهواء وفي الشمس فوق. وكل ما نحتاج، لو حبيتي تاكلوا منه النهارده ماشي، حبيتي تاكلوا منه بكره ما بياخدش وقت، ونستنى بقى اما حاجه تستوي ولا كده، لا هو خلاص كده اتعمل معانا. في ناس بقى انا شفتهم بيعملوه بطريقه بيغلوا وبيعملوا حاجات كده، بس بصراحه ما حبيتهاش، لان بيحطوا شرش مش لبن. ده لبن بالخير بتاعه بقشطته بكل حاجه، ما بنحش منه اي حاجه، ونحطه في المش تلاقي طعم المش بتاعنا جميل جدا. فانا دلوقتي هجهز البلاص معاكم وهفضي كميه المش قدامكم معانا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا جهزت البلاص معايا. كان عندي كميه قديمه موجوده في البلاص، فانا دلوقتي هحط عليه المش الجديد عشان كله يطعم بعض. فانا دلوقتي طبعا مش هقدر احط بالبلاستيك كله كوب كده يعني معاكم، فانا هحط شويه في الجردل وهحط شويه بشويه. لما نحط المش الجديد على القديم بيطعم وبيديله طعم جميل قوي. انا هوريكم المش القديم برضو جميل جدا ما شاء الله. هو بالشكل ده برضو نفس المكونات اللي احنا حطيناها، بس ده عشان قديم من زمان. فطبعا انا هخلط المش الجديد عليه دلوقتي. بسم الله. وفي الاخر بقى بعد ما اكب الكميه كلها هقلب بقى عشان كله يدخل جوا بعض، كل المش القديم مع الجديد. ودلوقتي معاكم يا جماعه برضو هنزل باقي الكميه زي ما انتم شايفين كده. بس ما شاء الله ريحته جميله جدا، ولما بيرقد بقى في البلاص فتره كده بيدي ريحه وطعم اجمل كمان. على فكره لو اي واحده عملته، مش شرط في الفلاحين، لو اي واحده عملته في شقتها تجيب كل المكونات دي، تشتري لبن طبعا من الناس اللي هي في السوق بيبيعوا اللبن والفلفل في السوق وكل حاجه، وقشر البرتقال موجوده عند الناس كلها طبعا. تغسليه كويس وتحمصيه في الفرن وتعملي. والبلاص ده برضو بيتباع في السوق على فكره، في منه احجام صغيره وفي منه احجام كبيره اكبر من ده وفي قد ده. ممكن تجيبيه وتحطيه عندك في البلكونه وتلفي كده على الفتحه بتاعته من فوق قماشه نضيفه كده او شاشه نضيفه وتلفيها عليه وتحطيه في البلكونه، هيبقى معرض برضو للشمس والهواء وكل حاجه. اي حد ممكن يعمل، يعني مش شرط لازم عشان في الفلاحين يعملوه. وطعمه جميل جدا واللبن زي ما قلت لحضراتكم بخيره، يعني مش حاشين منه اي حاجه. طبعا الفلفل هنزله كده. وكده هنزل معاكم الكميه كده. بسم الله.
طبعا الفلفل ننزله كده بالشكل ده، الحاجات اللي تقابلنا كده. كده هكمل برضو باقي الكميه. ما شاء الله عمل معانا كميه جميله قوي. الباقي بقى اللي يفض عندك تحطيه بقى ببرطمان بلاستيك او اي حاجه، وانت لو عامله تعملي كميه قليله اقل من كده. احنا الباقي اللي عندنا ده هنحطه في برطمان بلاستيك او حاجه ونشيله عندنا في التلاجة. وكده زي ما انتم شايفين يا جماعه انا كده حطيت كل الكميه في البلاص بالشكل ده. فانا دلوقتي عايزه اقلب المش الجديد مع القديم. فانا طبعا المغرفه اللي معايا مش هتطول كله ده، فانا جايبه عصا نظيفه كنت بقلب بيها برضو الاول. هقلب كده اجيب من اللي فوق تحت واللي تحت فوق. هي عصايه نظيفه انا مخليها للمش برضو لما احب اقلبه جامد. فانا كده بجيب اللي تحت واللي فوق على بعضه. ننزل كده الحاجات اللي هي المكونات بتاعته دي ما نخليهاش فوق، لازم تبقى تحت عشان كله يستوي يبقى جميل مع بعض وياخد الطعم من الفلفل ومن قشر البرتقال وكله. كده نقلب كويس. يعتبر خلاص اهو كله دخل في بعضه. ننزل كل المكونات بقى بالشكل ده، لازم كله يبقى تحت مفيش حاجه على الوش. ننزله كده على قد ما نقدر كده ننزل. نجيب بقى قماشه نظيفه او حاجه نظيفه كده ونلفها حوالين الفتحه بتاع البلاص من بره من فوق كده. وكده يا جماعه زي ما انتم شايفين المش كده قلبته كويس بالشكل ده. هبتدي ان انا اقفل عليه، لازم نقفل عليه كويس طبعا عشان مفيش اي حاجه تدخله وفي نفس الوقت عشان ما يدخلوش هوا. فدلوقتي احنا جبنا كيس شفاف وحطينا فيه حته قماشه بحيث ان احنا ندخله جواه ويكبس فيه كويس. وهنحطه معاكم بالشكل ده، لازم يكبس كده عشان مفيش اي حاجه تدخل جواه ولا اي حاجه. طبعا فوق ده كله برضو هنحط حاجه ونلفه كويس جدا برضو من بره. كده حكمناه بحاجه كبسناه فيها وبعد كده هنلف عليه قماشه برضو من بره. اول ما تحبي بقى تفتحي تاخدي منه تفكي بقى الفكه اللي احنا عملناها دي وتاخدي الكميه اللي انت عايزاها وتروحي برضو بنفس الطريقه وتقفلي عليه كويس جدا وتسيبيه بقى كده فوق السطوح في اي مكان بقى في الشمس في الهواء. وهو ده شكله النهائي بقى بعد ما قفلناه خالص. وكده زي ما قلت لكم يا جماعه خلاص احنا خلصنا بقى المش بتاعنا النهارده. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وزي ما قلت لحضراتكم برضو قبل كده كل ما تحبي تكون الكميه عندك كتيره تزودي عليها ويديله طعم احسن كمان، لان المش القديم هو اللي بيدي طعم للمش الجديد. وهو المش الجديد برضو طعمه جميل وكل حاجه، بس الاحلى بيبقى القديم. كل ما يرقد كل ما تلاقي المكونات كلها امتزجت اكتر مع بعض وتدي طعم احلى. وهو كده يعتبر مش بخيره، يعني كل حاجه فيه بخيرها مش هيشم منها اي حاجه. وده شكل النهايه يا جماعه للمش بتاعنا النهارده اللي احنا عملناه. وريناكم الكميه اللي عملناها في البلاص وجبنا حبه بسيطه في الطبق زي ما انتم شايفين. حبينا نوريكم البلاص وهو ملفوف قدامكم وقفلنا عليه كويس، وحبينا جبنا شويه قدامكم في طبق عشان نوريكم الشكل بتاعه. ودلوقتي لو حابه تاكلي منه مفيش اي مشكله عادي. وبألف هنا وشفا. ويا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.